5 كلمات في اللغة الألمانية لو استخدمتهم صح هتبان في حتة تانية، والأخيرة هتبان لغتك تقيلة قوي. وأول كلمة معانا هي كلمة mittlerweile، يعني على مرور الوقت أو في الوقت الحالي. هديلك مثال: Ich wohne mittlerweile seit 3 Jahren in Hamburg، يعني أنا عايش بقالي 3 سنين في هامبورغ. الكلمة التانية هي كلمة tatsächlich، يعني بالفعل أو في الواقع. هنستخدمها إزاي؟ Das ist tatsächlich eine gute Idee، يعني دي بالفعل فكرة كويسة جدا. والكلمة الثالثة هي allerdings، يعني ولكن أو مع ذلك. هدي لك مثال، هنقول مثلا ich verstehe dich allerdings bin ich anderer Meinung، يعني أنا فاهمك ولكن بطريقة ما أو بأخرى أنا لي رأي آخر. والكلمة الرابعة هي zufälligerweise، يعني بالصدفة. أدي لك مثال: Ich habe ihn zufälligerweise im Supermarkt gesehen، والله أنا شفته بالصدفة في السوبر ماركت. والكلمة الأخيرة هي im Grunde genommen، يعني في الأساس أو في الجوهر. تقدر تقول مثلا والله im Grunde genommen ist das gar nicht so schlimm oder ist das gar nicht so kompliziert، يعني في الأساس الموضوع مش معقد أساسا. جرب تستخدم الجمل دي وهتحس بفرق كبير. لو استفدت من الفيديو اعمل متابعة وشير الفيديو ده لصاحبك، واستنى فيديوهات جديدة. سلام عليكم.